السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو سهل وبسيط وجميل جدا. بس قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وما تنسوش اللايك الجميل بتاعك. انا عملت المحشي الاسبوع ده معاكم كتير. فانا عملت التسبيكة لوحدي وحشيت شوية وعاملة محشي ورق ليفت. الليفت اللي انا وريتهولكم اللي انا خللته لوحدي المرة اللي فاتت. عندي بقى جوانح. بصي، كل ما تجيلك فرخة كده حشي الجناحين وعينهم في الفريزر. هتحتاجيهم وهتعملي احلى اكلة واحلى حمام كداب من الجوانح الجميلة النهاردة. هنعملها ازاي؟ صلى على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. وضيف اللايك الجميل بتاعك والكومنت الحلو. صلى على الرسول كده في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. بنجيب الجناح وتخليه زي ما انت شايفة قدامك كده. انا عاملة النهاردة 10 جوانح. يعني مش جايباهم مرة واحدة. أنا مثلا كل ما بذبح فرخة بشيل الجناحين عندي في الفريزر واخليهم وعين واخليهم وعين. فسبت جناحين عشان أوري البنات الحلوين بتعملها ازاي. أهم حاجة تخليه من فوق زي ما انت شايفة قدامك كده. أنا هعمل معاكم اتنين. فقلت عشان الفيديو مبقاش طويل معاكم. وأنا عاملة معاكم التسبيكة بتاع المحشي قبل كده. وسلقة معاكم ورق اللفت. ومتكلمين عليه الفيديوهين اللي فاتوا. فقلت اوريكم الفكرة النهاردة بتاع الجوانح. والله طعمها تحفة. ولا احلى حمام بصي، هو حمام مش كداب ولا حاجة. وهنحشيه من نفس خلطة المحشي. وهنعمله. انا طبعا غسلاه ونقعاه ومخليه زي الفل. يعني ليمونة كده وغسلينه بحبة دقيق وليمون وملح وغسلين الجوانح دي. مخلينها زي الفل. شوفوا العظمية هتطلع معاكي بأسهلها السهولة. كلكم عارفين ان العظم بتاع الفراخ البيضاء بيبقى ضعيف اهو. مفيش اي لحم فيها. هناخد برضو هنقطع برضو كده نوسع ناخد العظميتين الرفيعين الصغيرين بقية الجناح. طبعا اللي انا ركناه جنب ده انا خلياه. وحط عليهم ملح وفلفل اسمر. هتتبلوهم بملح وفلفل اسمر. وتسيبيهم جنبك لغاية ما نحشيهم. كان طعمه جميل قوي. جربوه يا بنات مش هتندموا مش هيتفتح في المحشي. والله انا عملت معاكم التجربة وقلت لو لقيتها ناجحة هعرض عليكم الفيديو. ما نجحتش ما كنتش هعرضه عليكم بس بسم الله ما شاء الله. طلع معايا زي الفل. بصراحة ما كنتش متوقعة ان هو يبقى حلو كده في المحشي. ان انا بقيت اعمله احطه على صينية بطاطس احطه. الف الاول لازم أنا الفه بحاجة خاف لا يتفتح مني. بس انا جت غلطانة هو في المحشي حلو اول اتفتح. ولا خيطت ولا عملت اي حاجة. اخليه كده وطلعي العضمية بالراحة. لغاية ما تطلعيها انا حابة ان انا اعملها معاكم شوفوا اهي. طلعتها العضميتين اهم. مجرد ما بتبين العضميتين كده بتسحبي اللحم لتحت وتقومي بصي بأسهلها السهول. بتسحبيهم الاتنين مع بعض وبتقومي كسرة. بتنكسر معاك العضمية بسرعة وبتطلع مبيطلعش فيها أي لحم ولا أي حاجة. يعني بتاخديها ترميها خلاص بقى معدتش بتعرفي تعملي بيها حاجة. اهي شوف العضمية طالعة ازاي. ما شاء الله بسهلة وبسيطة. يبقى كده هنعمل حمام كداب في المحشي. عشان ما يبقاش كداب خالص. والله طعمه جميل جدا. يعني انا عملت قبل كده الوراك. والنهارده هنعمل الاجنحه زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. اهو. بتبتدي بقى تقلبي. قلبت الجناح بتاعي تاني. رجعته جناح بس ما فيهوش عظم. هنعمل كمان واحد. خلي بالك انا عملت بتجيبيه ازاي اهو. بتفتحي من فوق كده. تحززي الجناح بتاعك خالص من فوق. وبعد كده بتاخديها وانت نازله. لو سكينتك حامية عن بتاعتي يبقى افضل بس خلي بالك من ايديك. تعملي بقى كده اهوت تفتحيه. على فكرة ما بياخدش يعني انت بصي بيحتاج غلبة من فوق الاول على ما العظمية تاخد وتنزلي معاه. اللي ما شافش الفيديو بتاع المحشي بتاع الليفت ارجعوا كده للقناة. هاتوا الفيديو. وهاتوا كمان بالتخليل الليفت حلو قوي يا بنات والله جميل المخلي الليفت عسل. وموسم بقى كل سنة وانتوا طيبين طبعا بيبقى كتير الايام دي وبعد كده ما عدتش بتلاقيه. اللفت وورق اللفت.
أنا خليته أهوّتي وطلّعت بقية الجناح بتاعي، نشيل العضم بقى كده ما إحناش عايزينه، وطبعًا زي ما قُلت لكم مدبّلينه ملح وفلفل أسمر، ما فيش أكتر من كده. باخد بقى الأجنحة بتاعتي دُولة 10 جوانح. بُصّي لمّا ييجي لِك فرخة عين الجناحين، عين فلقة صدر، بتيجي تبُصّي حبيبة قلبي بتحسّي إن أنتِ في وقت عايزة تطبخي حاجة بتحبّشيها بقى من عندِك. أهو شوفوا أنا عملت إيه، سطرين من المحشي. هاخد بقى نحشي إيه، الجوانح بتاعتنا. هاخد حبة رُز، أنا كده هاجيب طبق عشان آخد حبة رُز أحشي منهم في جنب كده لوحده، عشان أعرف أحطه في الطبق برضه ما ازفّرش إيه، معايا الرُز. هناخد كده شوية وهناخد الجناح وابتدي إن أنا أحشي في قلبه كده. تقريبًا بقى أنا باصوّر لوحدي وبعدين إيه الstand بعيد عني وما خدتش بالي من الحتّة دي، معلش هابينه لكم برضه بعد ما أحشي. شُفتِ بتحشي الممبار إزاي؟ زيه بالضبط، دخّلي الرز كده من فوق وتبطّطي عليه وتحاولي إن أنتِ ما تزحميهوش بالرز عشان ما يضربش منِّك على المحشي، يبوّظه لِك ويبقى كلّه عكعك رز كده. يعني أنا عايزاكِ تبقي فاهمة إيه أنتِ بتعملي إيه، يعني تحسّيه تخلّيه مبطّط كده يا دوب الرُزاية تتنفخ وتستوي تبقى إيه، زي الممبار بالضبط. أهو، أحلى حمامة دي والّا إيه يا ولاد جميلة وزي العسل. أهو، تاخدي بقى تحطّيه كده، هنعمل كمان واحد من فوق كده وتدخّلي في قلبه الرز، كُلّه بقى اللحم اللي في الجوانح ده ناعم والجلدية بتاعة الجناح بتبقى ناعمة وتبقى حلوة أوي داب في بعضه دوبان كده والخلطة بتاع المحشي جواه طعمها جميل جدًا، طعمها حلو أوي، يعني خلطة المحشي فيه خرافة. وعلى فكرة ادّوا طعم حلو أوي برضه للمحشي وكان طعمه خطير. شوفوا الجناح، أهم حاجة تنفّضي الرز كده ما تخلّيش معاكعك كده من برّه ولا أي حاجة، مقفول وزي العسل إزاي، أهو، حاجة كده من الآخر وطعمها تحفة. يبقى عملنا الحمام الكداب في المحشي بتاعنا من غير أي مناحية، زي ما باقول لِك كده كل ما تجيبي فرخة شيلي الجناحين، شيلي الجناحين لغاية ما تعملي عندِك كيس جوانح وتخليهم، وكل ما عينيه مخلي، اخليهم ونظميهم اتنين باتنين مش هياخدوا معاكِ أي وقت، وعينيهم لما تعملي عدد أسرتِك، وبعد كده بتطلعيهم بقى في طبخة بطاطس، في طبخة محشي زي ما أنا عاملاه النهارده كده، في أي حاجة بينفع. لازمًا إحنا ستات البيوت نبقى شاطرين ونضبّط عيشتنا بنفسنا كده. شوفوا الجناح عسل، والله تحفة، خلّيه مبطّط كده وزي العسل، حطّيه أهو. طبعًا أنتِ غاسلة غسيل كويس ونقعاهم ومنضّفاهم ومخلّياهم زي الفل، ما فيش أي زفارة وما فيش أي حاجة. هنعمل بقى أنا هاعمل كمان معاكم 2 أو حاجة كده وأورّيكم طريقتي في المحشي، وأروح أقعد بقى وأنظّم الحلة اللي زي العسل اللي أنتم شايفينها قدّامكم دي، وأرجع أورّيها لكم. ريحتها كانت جايبة لآخر الشارع، وطعمه كان خطير. واللفت معانا الورق اللفت اللي ما بيحبوش يا ولاد وما جرّبوش جرّبوه بالطريقة دي عسل. أهو، تعالوا بقى إيه، هنحط ده وده ونسيبهم في جنب كده، تعالوا أمّا أورّيكم بقى الصباع ورق اللفت الجميل ده. والله تقولوا ده ورق عنب أحلى من ورق العنب على فكرة الورق الليفت لمّا بيكون طازة وجميل وطعم كده بيبقى عسل. أهو، ما تعصبيش ورق الليفت على الرز عشان ما يبقاش محصحص معاكِ، خليكِ شاطرة كده وذكية، لإن ورق الليفت ما تشدّيش أوي على الرز، خلّيه مهوّي شوية بحيث إن الرز يستوي حلو ويتفرد في قلبه. وفي نفس الوقت اللفت حبايبي بياخد مَيّة عن ورق الكرنب، وأنا قايلة لكم قبل كده. تعالوا بقى أنا أكمّل الحلة بتاعتي وأكمّل الحمام الكدّام بتاعي ده وأرجع لكم تاني. صلّوا على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كمّلت الحلة شوفوا شكلها جميل وتحفة ورشة ملح بقى كده جريئة، وحطينا الطبق بتاعنا وولّعنا على الحلة، ومعانا شوربة برضه من التلاجة من مرقة البط اللي إحنا كنا عاملين بيها ورق الكرنب. ما أنا ما بارميش حاجة، يعني بُصّي الشيء لزوم الشيء في أي وقت بتحتاجيه. عندي شوية الشوربة دول كانوا في الفريزر من ساعة ما كنت عاملة البط وعاملة اللحمة وعاملة المحشي الكرنب. ارجعوا للفيديوهات حبايبي وانت اللي متابعني عارف انا بعمل ايه، واللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة
وادخل يبص له بصة كده وحط اللايك الجميل والبصمة الحلوة بتاعته، ويشاهد كده ويشترك علشان كل فيديو انزله يوصل لكم كل جديد من عندي. اهو اسقي بقى اللفت بتاعك العسل ده عسل، واغمريه بالمية شوية عن الكرنب. متفقين يا بنات يا حلوين؟ يبقى ورق اللفت بياخد مية اكتر من ورق الكرنب، خلوا بالكوا قلتلكوا حبايبي علشان خاطر ورق الكرنب منزل مية، ورق اللفت ما بنزلش مية. اهو لازما يبقى متغطي بالمية، انما الكرنب بنيجي عند السطر الاولاني كده ويا دوب بيبقى تحت منه، انما ده شوفوا المية لفوق، لفوق اهي. بوريكم بشيل الطبق كمان عشان ما تقولوش ده الطبق اللي رافع المية، لا حبايبي اهو يا حبايب قلبي كده بوريكم انا بقى المية فوق الشوربة بتاعتك او المرقة بتاعتك او مية بتبقى فوق كده ما بتبقاش لتحت. صلّيتوا على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام، الله على الريحة والجمال. كده باورّي لكم باقلب أهو، هدّي بقى بوتاجازِك، وعلى فكرة المحشي ما تعلّيش عليه النار وهو بتستوي، يا دوب يقلب وتوطّي، بتوطّي على النُص وبعد كده بتوطّي خالص. تعالوا نقلب حلة المحشي التحفة دي، اللي ريحتها قلبت الحارة والشارع، ونشوف الحمام الكداب مع بعض علني كده على عينك يا تاجر، من غير أي غِش ولا خداع. شوفوا الله! يا شوية البصل المكرملين تحت دولت يا عيني يا عيني عليهم يا عيني، سايحين كده وعسل. تعالوا ننزل بقى المحشي، ولا بنفصل ولا اي حاجة اهو. الله على الحمام اللي بتدحرج في وسط المحشي، حاجة كده تفتح النفس. تعالوا بقى ننشي الحمام بتاعنا العسل ده، حمام ما نقولش عليه الا كده، ولا فاكك ولا الرز خرج منه ولا معكعك، اهو زي ما احنا حاطينه. تعالوا نطلع بقى بقية الحمام بتاعنا اللي زي الفل ده، دوروا عليه بالراحة كده عشان ما تكسروش المحشي الجميل التحفة. وناخده كده انا عاملاهم في سطرين ما بين المحشي اهو. يا صلاة النبي حاجة كده زي العسل، اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شاهدوا الفيديو يا حبايبي وحطوا اللايك وجربوا مش هتندموا، وما بوريكوش حاجة إلا لما أكون مبسوطة منها، لو ما كنتش مبسوطة منها مش هوريها لكم بصراحة. تعالوا بقى نحمرهم وندلعهم كده ونحط عليهم شوية دقة ونحطهم بالشكل ده، حاجة زي العسل. اللي وصل معايا لحد كده ما ينساش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ فتحية فايد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بترككم في رعاية الله، ما تنسوش الاشتراك في القناة. بحبكم في الله واتمنى تكون الفيديوهات سهلة وبسيطة وبتعجبكم، ويعجبكم احلى حمام عملناه كداب النهاردة في المحشي. اول واحدة على اليوتيوب تعمله حصري، محدش عمله في المحشي الا مطبخ فتحية فايد.